السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم كرة ديال البطاطا حلوة معمرين بالجبن، كيجيو حلوين وملحين في نفس الوقت، كيجيو لذاذين، شي حاجه مختلفه. الناس اللي كيعجبهم هيدا الاكلات مختلفين وخارجين على المعتاد ان شاء الله الا جربتوهم يعجبوكم. هيدا كيجي ديك الجبن دايب من الداخل، مقرمشين من برا وفتين من الداخل. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. بلا ما نطول عليكم دابا نخليكم مع المقادير والطريقه ديال تحضير فرجه ممتعه، ونبداو على بركه الله. بسم الله. نيشان مع الطريقه ديال التحضير. في نفس الوقت المقادير عندي هنايا 450 غرام ديال البطاطا حلوه، تقريبا نص كيلو يعني، اولا كميه كتبقى اختياريه نتوما على حسب الرغبه ديالكم. هنايا بعد ما قشرتهم كنقطعهم دوائر على هاد الشكل هذا وكنعملوهم في الكسكاس باش كيتبخروا. هيدا نكمل تقطيع حتى كنكمل كميه البطاطا اللي عندي كامله. صافي كنخليوها تبخر حتى كطيب. هذه الا ضغطنا عليها شفناها كتنفس راه كتكون طيبه. من بعد عملت في شي زلافه تكون غارقه وغنعفسها مزيان. من بعد كناخذ الجبن ديال الموتزاريلا كنقطعو مكعبات، اولا الجبن الاحمر اللي بغيتو، اي نوع ديال الجبن بغيتو، المهم يكون كيذوب. نخليوها على جنب. هنا بطاطا من بعد ما عفسناها كنضيف لها الملحه، وغنضيف 120 غرام ديال النشا ديال الذره اولا الدقيق ديال الارز اللي كان. صافي وكنجمعو هيدا حتى كنتحصلوا على واحد العجينه كتكون رطبه. صافي دابا غنبداو نشكلوهم. كناخدو شويه، المهم كيجيو كرات شويه كبيبرين. هذا كنسرح العجينه في يدي وكنعمل في وسط منها الجبن وكنشدها كنكورها مزيان وكندوزها في الزنجلان. اي سمسم ما يكونش محمر، لان ملي غنقليوهم كيتحمر. كنكملوا على نفس الشكل حتى كنكملوا الكميه اللي عندي كامله. ممكن تعملوهم صبيعات يعني، ماشي ضروري ديروا دوائر، نتوما الاختيار ديالكم. هنايا من بعد ما كملت دابا كندوزو كنعملو زيت كيسخن. كنعملو زيت ما في كاترونه بتكون غارقه باش كيتخشاو كاملين كيتغطاو بالزيت. هيدا حتى كيسخن زيت مزيان وكنعملو كرات ديالنا في وسط كاسرونه. وهيدا النار كتكون متوسطه. هذا كنخليهم في زيت 5 حتى 10 دقائق يعني ياخدو ديك اللون الذهبي الخفيف، لان كلشي فيها طايب ويذوب داك الجبن من داخل. صافي هانتوما هنايا كنحيدوها كنعملوها في صحن فيه ورق ديال الطبخ باش كينسى زائد الزيت. واخا مره ما كيصفو زيت ما والو، هذيك اللي كيكون على برا الشكل ديالهم كيجي رائع. وكذلك حتى المذاق، خصوصا هيدا الا رافقتوهم مع شي صلصه تكون مزونه كيجيو واعرين. غنستمر هيدا في القل تنكمل الكرات ديالي كاملين عندي. هانتوما هنايا من بعد ما قدمتم هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو رائعين كما قلت لكم. كنرافقوهم هيدا مع شي نوع ديال الصلصه، اما المايونيز كيتشوب اللي بغيتو، اي صلصه كتعجبكم. قسمت لكم من داخل باش تشوفوا كيف كيجيو. من برا كيجيو مقرمشين ومن داخل فتيين. ديك الشبن كيجي دايب. هيدا كيتقدموا سخونين ولا باردين على حسب الرغبه ديالكم. حق من الافضل سخونين كيجيو افضل بالنسبه لي. وهنايا انا رافقتهم مع الكيتشوب اللي سبق لي حضرته معكم من قبل. ان شاء الله نحط لكم رابط صندوق الوصف. هذا كيكون سالي الفيديو. نتلاقاو في فيديوهات قادمه باذن الله. شكرا على المتابعه ديالكم. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.